ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرش بوي، وحبيب قلبي عم الزويق العالمي كاو. حبيبي يا جو. رمضان كريم. الله اكرم. عامل ايه يا حبي؟ حبيب قلبي وحشني. انت اكتر والله يا غالي. رمضان كريم عليكم كلكم حبايب رمضان كريم يا قلبنا. جماعة. فيديو من السلسله الرمضانيه اليوميه. احنا زهقناكم، انا عارف احنا زهقناكم رمضان ده، ولكن فيديو النهارده مختلف بالنسبه لي انا شخصيا، لان المطعم ده من اول ما فتح انا جربته مرتين ثلاثه زمان، ومن ساعتها وانا قافش عليه. فقلنا الكلام ينطبق علينا احنا الاثنين بالظبط. فقلنا رمضان شهر البركه نديله فرصه، وهو مطعم جامد ومشهور قوي. احكي لنا يا عم المطعم هو ايه؟ النهارده يا جماعه احنا معانا انس الدمشقي، واكيد معظمكم ما كانش كلكم يعرفوه. اكيد جبنا منه شويه حاجات كده نجربها ونقول لكم راينا ايه. لفينا المنيو كله كده واصطادنا ايتم من كل حته علشان نجرب كل السكشنات بتاعته، لان هو بيلعب في الشرقي وفي الغربي وفي البروستو وفي الشاورما. هو ايه، منيو متكامل بصراحه. جبنا كل حاجه يعتبر موجوده في المنيو. وعايزين ايه؟ عايزين 20,000 لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول، واوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء. يلا بينا. وادي دي منقوشه او بيتزايه مش فاكر والله احنا جبنا ما شاء ايه. الله. وادي وجبه، دي حاجه. شويه مخلل، باكينج عظيم. ما هذا؟ ما هذا؟ ده عيش بس وهنا سندوتشات ده عيش طعمية. بس ناشف كده ليه؟ عيش أنا ناشف عارف. شويه. ودي وادي شوربه. وادي هنا شيء، وادي توميه وبعضا من الكاتشب والمخلل. وادي كمان وجبه. انا عندنا توميتين. وادي كمان وجبه ما شاء الله، واتنين توميه صغيره وبعض من الكاتشب وواحده تاني. انت ما عندكش ولا باكينج تاني؟ لا. يعني هم شايفين ان الاكل ده يكفي اتنين بس؟ هم عارفين انه لينا ولا ايه؟ لا بس قليل بصراحه. اتنين باكج بس او اتنين. فين التانية؟ اتنين بس. ما علينا، هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم على طول. ويلا بينا بقى نبتدي باول حاجه، واللي بصراحه ريحتها وكثافتها جامده جدا. زي ما انتم شايفين دي شوربه دجاج كريمه بالمشروم، سعرها 50 جنيه تقريبا. هنشوف سعرها ونرجع نقول لهم. طلعت ب 60 جنيه ماشي، بس بصراحه متكلفه. انا عايز اوريكم بس الباكجنج هنا، او الباكينج، او شوكه، سكينه، مناديل مبلل، خله، منديل. انا كان عندي كويس. معلقه. ايه ده؟ انا ما عنديش معلقه. طب هنجيب في باكجينج تاني؟ لا مفيش، هما اتنين. طيب هنجيب معلقه من عندنا ونرجع ندوق سوا. وكيرو باشا كان مدكن واحده لقاها في البيتزا وهو بيظبط الحاجه، يعني كده 3 باكج عشان ايه ما نبقاش ظلمنا حد. وفيها معلقه الحمد لله. حظك يا جو. الحمد لله عدت على خير، كان لسه هيتنفخ. يلا بينا ندوق الشوربه اللي ب 60 جنيه. بصوا يا جماعه، بصوا كثافه الكريمه بصراحه. لا جميله. بصوا بتنزل بعد قد ايه من المعلقه. لا ما شاء الله. يلا بينا يا عم كوكو. اوكي. مشروم. هتدوق الشوربه لوحدها الاول ولا كله على بعضه؟ يا باشا هو في حاجه اسمها شوربه كريمه من غير فراخ؟ مشروم فريش دي الشوربه اللي بتتعمل في المطاعم البريميوم كواليتي، لما تبقى يعني انت وخطيبتك، انت ومراتك، ورحتوا كده طلبت معاكوا عشوه رومانسيه، اللي هو اللي بتدفع فيها كتير قوي. هي دي بالظبط. بدايه موفقه. شوربه كريمه دجاج بالمشروم كما قال الكتاب. كوكو. انا هتفق مع جو. الشوربه جميله جدا، المشروم طعمه حلو، الفراخ طعمها جميله. كتيره الفراخ والمشروم كتير. الفراخ كتيره والكريمه كثيفه. يمكن المشروم ضايقني شويه بس ماشي حاله، يعني مش اللي يعني يزعل. بدايه موفقه جدا من انس الدمشقي. هتدي له كام يا جو؟ سعر والكلام ده كله؟ لا ما فيهاش كلام. انا مجربها في مطاعم بتبقى ب 90 جنيه وب 100 وب 110 جنيه وهي تمام. مش هقدر اقل عن 10 بصراحه. ماشي، انا اديله 9 من 10. كيلو 9 وانا 10. وبدايه موفقه لانس الدمشقي اللي احنا الاثنين كنا خايفين منه. أيوة. ويلا بينا نكمل في السعاده. ونخش بقى على تاني حاجه من انس الدمشقي. وزي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش شاورما فراخ صاج، سعره 60 جنيه، وبيجي معاه واحده توميه. بس احنا عشان جايبين حاجات كتيره فحاطين لنا توميه كتير. هو انا ما اعرفش ليه حاسس انه صغنن. كيلو بيقول لي لا الاسعار دلوقتي، فقلت له ما اعرفش. طيب ندوق الاول واحده. ماشي. هو اكيد فيه توميه برضه.
جامد جدا. وسخن قوي. هو مش جواه توميه بس الواحد مستمتع. جواه توميه بس السخونيه هي اللي ساحتها. والله في عظمه، احنا قافشين عليه. مش عارف. طب لا بجد احنا ليه ليه؟ قعدنا؟ بس انا متهيألي لما دخلناه في مقارنه مع ابن الشام وكرم الشام والناس دي ايوه قد ولا ما قداش؟ فاجئنا. طب ناس احنا المقارنه. طب احنا ليه قافشين عليه في مش بره؟ انا جربت بصراحه وجبه انوس دي مرتين وكانت اوت خالص، بس دي وجبه مشويات يبقى هو اوت في المشويات. هيبان معانا. هيبان. يلا بينا بالتوميه. يلا. التوميه كثيفه كثافه تقيله اهو. بصوا اهو اختبار التوميه ما شاء الله بجد. يلا بينا ندوق. يلا. التوميه هنا للناس اللي بيحبوا التوميه الكريمي وليس التوميه التوم القوي قوي، فهنا هي كريمه اكتر منها توم وحلوه وجميله. بس الساندوتش لوحده برضو انا اتمزجت منه، مش محتاج ان انا اكل جنبيه توميه بصراحه. كوكو انا الساندوتش فعلا لوحده كان جميل جدا جدا. أيوة. برضه بالتوميه حلوه قوي، نقله حته تانية بس يعني اوفرول الاثنين على بعض 10 على 10. لقمة العيش بتحميصتها الجميلة، نسينا نتكلم على تحميصة اللقمة بصراحة حاجة عظمة. والسعر لا انا شايفه كده كويس لان محشي فراخ من جوه والفراخ متبله حلوه قوي ومستويه جميله، ما فيش غلطه. انه اعلان. هتدي لها كام؟ لسه واحنا شفنا اللي جاي. ماشي. انا هديله 10 من 10. 10 من 10 ما فيهوش غلطه. والسعر لا بالنسبه للحشو محشي جامد قوي يعني. يا رب نكملها في هذا السعاده وفي هذا السعاده. مش تعلق اي حاجه بدل ما انت بتضحك كده هتضحك الناس عليا. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. تعالوا بينا بقى نروح على عب جديد مع عم انس الدمشقي. زي ما انتم شايفين كده دي بيتزا بالفراخ والموتزاريلا والزيتون والفلفل الاخضر. دي حجمها ايه؟ دي الوسط عندهم؟ هو حجم واحد. هو حجم واحد. ب 104 102 جنيه. مستكترهم بصراحه. لو 104 ماشي، 102 معقول. ما اعرفش لا بجد حرفيا انا مستكترها. بس يلا بينا نتذوق. اوكي. الجبنه بتشد شويه. يلا بينا ندوق. دي شاورما. والله ما عارف، انا حاسه فراخ على الجريلا. ما اعرفش بس انا مش المتعه قلت شويه. مزيته قوي. ما اعرفش باين لكم ولا مش حاسس بطعم الجبنه. ملهاش طعم والزيتون قوي جدا. هو اللي غالب طعما وريحه. الزيتون هو اللي راكبها يعني. حتى قبل ما نخش لكم بقول لك كيلو ريحه الزيتون ضربه جامد قوي. لا انا كده مستغليها بصراحه. بس هي فيها فراخ كتير بصراحه مش قليل. بس الطعم مش ظاهر من كتر الزيتون والجبنه كتير وطعمها برضو ضعيف جدا. العجنه كويسه مستويه كويس مفيش مشاكل بس مليانه فراخ بس طعمها مش ظاهر. بالظبط. الصلصه برضو كويسه فوق المتوسط مش وحشه. رايك؟ نفس الكلام. هتديها في حاجه غلط في الموضوع. ما انا مش عارف يعني. هي فيها فراخ كتير وفيها جبنه كتير بس الاثنين دول طعمهم مش ظاهر. الزيتون فعلا هو اللي غالب قوي. العجينه ما ضايقتنيش. لا العجينه حلوه. لا العجينه ما انا قلت حلوه. العجينه حلوه والفراخ مستويه كويس والصلصه كويسه. هي بس الاطعمه ما اعرفش مش راكبه ليه. تدي كام؟ خد بالك هي مش رخيصه على حجمها. هي حجمها قد كده. بصوا اهي بالظبط. اهي يعني دي ممكن اديها 5 من 10. انا مستنيك بقى لي قد كده. 5 من 10 وسقطة من عم انس الدمشقي النهارده معانا. بس اكيد اللي جاي هيبقى احسن. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه وده عيب المشاوي. ايوه زي ما انتم شايفين كده دي وجبه نص فراخ مشويه مسحب من غير عظم. تمام. بيجي معاها بطاطس ورز وتوميه كبير ومخلل وسعرها 150 جنيه. واحنا كده معانا توميه الصغيره. نستغل دي بعدين. ماشي. 150 يعني الفرخه الكامله ب 300 جنيه. كتير بس ندوق. مش عارف اسعار الفراخ راحت السيما. يلا بينا ندوق. يلا. الصدر ناشف شويتين 3 قعد يرزل عليا. انا حاسس انها لسه مش مستويه. ما اعرفش انا الصدر يرزل عليا جامد. ما انا يرزل عليا. والتوابل ضعيفه جدا. ايوه طعم الشوي مش باين خالص. هو ده اللي مكرهني فيه لان انا المرتين اللي جربته شخصيا بعيدا عن التصوير كانوا وجبتين مشاوي اللي هي وجبه انوس دي.
طيب تعالى ندوق الرز. ده رز بسمتي، أوكي، هبدأ. حبه برتقاني وحبه اصفر وحبه ابيض. أوكي. يلا بينا ندوق. اتبهر حلو في قوي. حبهان كتير قوي. انا عجبني التبيره بتاعته. على البطاطس، البطاطس مليانه لحمه حلوه قوي، بس مش مديها بربع جنيه توابل، غير في حته هنا كده ايه رش عليها رشه توابل، انما أيوة الباقي فعلا. كله من غير توابل. طب ندوق اللي بالتوابل؟ تعالى هات واحده عشان هم قليل، هم 2 3 اللي بالتوابل ضعيفه برضه. ومش افضل توابل. اخر تجربه للفراخ، معاها رغيف عيش صاج برضو الوجبه دي. اوكي. ناخد حته برغيف العيش الصاج، رغم ان انا مش راضي عنها يعني. ولا انا نغمسها في التوميه بقى. انا مش عايز اخد فراخ كتير عشان ما تقعدش تلك معايا. يلا في التوميه وندوقها بعديها معاها المخلل، توميه ومخلل. ماشي. يلا بينا اللقمه الكامله المتكامله. يلا. توميه رائعه. الخيار المخلل عالمي. دقته؟ طول عمر الخيار المخلل بتاعهم بيبقى مزازه جامده قوي، ومفيش ملوحه بجنيه. بيعملوها ازاي؟ برافو عليهم. ولكن احنا بنتكلم في نص فرخه ب 150 جنيه. اي نعم، معاها شويه توميه، شويه مخلل، لقمه عيش، شويه رز، شويه بطاطس، كل دي يعني كماليات. نقول يعني نص الفرخه واقف مثلا ب 130 جنيه 135 جنيه، والفرخه توابلها ما جاتش ضعيفه. تتبيله ما جاتش. طعم شوي. ما هي تتبيله مع شوي مع كله. العضه بتاعت الصدر معايا يعني ما كانتش عجباني خالص، فهي مش فريش بالنسبه لي كده. أيوة، حتى اللحم لونه غامق. ما دايما عجبنيش. اللحم يبقى ابيض كده، ابيض ناصع، ده غامق. انا ما انبسطتش من هذه الوجبه. احنا قعدنا نقر عليه ونقول الله انس بقى جامد، احنا ليه قافشين عليه، او رجعنا تاني قفشنا عليه. هتديها كام يا جو؟ لا انا شايفها غاليه بصراحه يعني. تمام. انا مع الخمسه. انا مع الاربعه. ماشي. طب يا رب نرجع تاني للسعاده. ده بإذن احنا في الله. شهر اليمن والبركات. احنا عايزين منهم يفكرهم كده علشان يا في جماعة، تحدي. احنا قايلين لو 10 فيديوهات بس من 30 فيديو جابوا 20,000 لايك، هننزل لكم كل يوم فيديو طول السنه. 2023 كلها هتبقى كل يوم فيديو. انا عارف ان انتوا مش هتعملوها، عشان كده بطلبها بقلب جامد. يلا بينا نجيب اللي بعد كده ونخش في حتة تانية خالص. هي اي نعم مش بتاعت اخواتنا السوريين، فهنبقى رؤوفين عليكم في التقييم في الوجبة دي. زي ما انتوا شايفين كده، دي وجبة نصف دجاجة بروست، معاها بطاطس ورز وتومية وخيار مخلل. بكام؟ 149 جنيه. والوجبة اللي فاتت برضو كانت 149. 150. 150 اساسا، ودي 150. ودي 150. ما شاء الله، ب 150 جندي. ماشي. انا قلت يعني نشيل جنيه عشان نعمل جنيه، شو دعاية، اللي بتتكلم فيها نعمل دي؟ دعاية. طيب يا مسهل، والله هي شكلها جامد. طيب والله شكلها جامد. احنا طبعا دقنا البطاطس ودقنا الرز ودقنا التوميه ودقنا كل حاجه، فهنديكم تقييم البروست على طول. اوكي. 1 2 3. ما شاء الله مليانه لحم. نفس المشكله، انا مش عارف ابلعها. اوريكم بقى هنا. الفراخ للاسف مش فريش. زوم ان هنا كده هتلاقوا الفراخ ايه مفتله شويه. ده بالنسبه للصدر. بس عايز اقول حاجه، لا الورك طبعا مش هيبقى مفتل، يعني ما فيهاش كلام. التتبيله احلى مطعم سوري ظبط معايا. التتبيله فيها سنه السبايسي الجميله، التسويه، الزيت، القرمشه عالميه. المشكله كلها ان الفراخ مش فريش. فطبعا انتوا شفتوا التفتيله اللي موجوده دي. انا زعلان بقى، اصلها جامده. لا اول مطعم سوري يظبط معايا البروست بصراحه. طب اعمل ايه طيب؟ انا عندي الورك ما فيهوش غلطه يا جماعه. ما الورك كده كده جوسي جدا، طعمه جميل، اللحم بتاعه ابيض مش دارك. التتبيله برده حلوه زي ما جو قال، الكلام ده كله زي الفل، مش عامل اي مشاكل. طيب انا مبسوط من كل حاجه، الا ان للاسف الفراخ مش فريش. وفيها سنه سبايسي حلو. ما انا بقول لك احلى سوري كلته في البروست، ما فيش حد بيعرف يظبطه، وده قلناه في الاول. قيم البطاطس. طيب بقى كيلو بطاطس، نسينا ان كيلو بطاطس. طب انا بالنسبه لي يعني كان ممكن، مش ممكن، هو كان بنسبه كبيره هياخد 10 من 10، بس عشان سقطت ان الفراخ طبعا مش فريش، فانا 7 من 10. من 10 من 10 بالنسبه للورك. يلا بينا نروح لعب تالت سابع خالص، ونخش بقى على عيش يا جماعه. بالنسبه لي انا وجو من مطعم معين، هو فاهم قصدي. ايوه زي ما انتم شايفين كده،
ده سندوتش الشاورما لحم فرنساوي سعره 76 جنيه عشان جو ما يزعلش. انا مش عارف ليه كنت مستني ان انت تقول سندوتش لحم فراخ. لحم فراخ. انا لو كنت دخلت كنت هقول سندوتش انا سرحت والله العظيم. طيب مبدئيا هم مستخدمين دهنه ضاني، فريحه الضاني أيوه. يعني وفي هنا واخد لون غريب. يلا بقى بصوا اللون واخد تشميعه غريبه قوي. يلا بينا ناكل. وفيها بنجر. يلا بينا. يلا بينا. متفائل خير. في عضة رزق قوي في اللحمة، احنا بقالنا كتير قوي عمالين نعض. وبعد مرور ساعة بلعت اللقمة. كيرو لسه يا عيني ما بلعهاش. يعني احنا مش بناكل، احنا كده بقى في مرحلة البلع. اللقمة جميلة، الطحينة جميلة، البقدونس جميل، اللحمة ريحتها حلوة قوي، تتبيلة الشاورما حلوة قوي. المشكلة في العضة. يعني انا مش قادر. دي كانت عايزة لسه تتساب تستوي تاني. بصوا انا بس مش هيبان لانها طبعا متقطعه رفيع جدا، مش هيبان، بس العضه بتاعتها بتقعد تك 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 لغايه ما هتزهق وهتروح بالعها. فللاسف تقييمه مش هنعرف نقول ايه. لا مش هتعرف توريها لهم طبعا عشان التقطيعه رفيعه. هي لازم تاكل. تعالوا كلوا معانا. طيب انا كل حاجة عجبتني جدا 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 ما عدا بس انها مش مستوية كويس، فيها عضة كبيرة جدا. فانا مش عارف، انا مش عايز اظلمه الصراحة. لا احنا ما بنظلمش، احنا ابتديناها عشرات ما بنظلمش. الحلو ماشي. بنقول له يا حلو في عيونه، هو والوحش حلو بنقول بس له. الفكرة في التسوية يعني كان طب انت كده دفعت 76 جنيه عشان أيوة. انت دايما ما عندكش البالانس في الحته دي. دفعت 76 جنيه وكلت الساندوتش ده، هتعمل ايه؟ لو في المطعم اقول له غيره، انما لو في البيت مش عارف. خلاص بقى، ما انت في البيت، ما انا بقول لك نفس الموقف اللي احنا فيه. طيب لو دي كانت مظبوطة معلش تستاهل 10 من 10 على وضعها ده. انا مالي بلو وانت دايما انا هدي رقمين. لا انا هدي رقمين. لا انا مش هدي رقمين، انا هو رقم واحد. ماشي. دي لو مظبوطة تستاهل 10 من 10 على وضعها ده. طبعا ما تتاكلش. طيب كيرو هيديها صفر. انا هعرف الم كل الكلام ده وهديها رقم برضو. الدنيا كل اللي كيرو قال عليه نفسه هو اللي عاجبني، ما فيهوش اي مشاكل. الساندوتش ده هياخد معايا 2.5 من 10 بس. شفت سهله ازاي؟ مش لا 10 وصفر. طب ما انا عشان تفرق. اقيم الدنيا الاقي في الدنيا. طيب غير مستمتعين، غلطه بسيطه يا ريت تاخد بالك منها يا عم انس يا دمشقي، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ودلوقتي نخش في العب الاصلي للسوريين اخواتنا وحبايبنا، واحلى تحيه لسوريا، اهل سوريا كلهم. دي منقوشة جبنة بالترك المدخن وعليها زيتون وفلفل اخضر، سعرها 40 جنيه. اوكي. محطوطة في عيش شامي وملفوفة لفة كده وريحتها جميلة. يلا بينا. يلا بينا. التركي طعم قوي. سمعت اللي عمال طالع في اسناني ده؟ ده بتاع الزيتون ولا ايه؟ اكيد. الزيتون كتير الى ما لا نهاية. انا عايز اشوف الزيتون ده. انا حاسس ان ده الزيتون اخضر ولا اسود من بره وفاتح من جوه، اللي هو الزيتون اللي بيبقى غالبا مرشوش. مسبوغ. عشان كده طعمه مش حلو وبيحطوا منه كتير بكثره. هاخد قطمه تاني وشلت الزيتون فندوق سوا. هنا بقى على عكس البيتزا، الجبنه الموتزاريلا طعمها جميل جدا والتركي مدخن قوي، لقمه العيش حلوه. اللي يعيب المنقوشه دي ان الزيتون كتير مش اكتر، يعني ممكن تشيل منها الزيتون او اقول له ما تحطش زيتون. ده لو انت ما بتحبش الزيتون. لو بتحب الزيتون بقى بزياده هتعجبك بالزيتون. لقمه العيش برضو جميله جدا بصراحه وطازه، تحس انها لسه طالعه من الفرن. طعمها دي لقمه عيش مش منقوشه، طعمها واضح. ما اعرفش بقى. هي المفروض دي محطوطه في قسم المناقيش بس هي جايه لنا في عيش اهو، اللي هو العيش اللبناني او العيش الشامي. بس لا انبسطت، هاي كواليتي بصراحه. وهنا فعلا اتفق مع كيلو في حته ان الجبنه هنا طعمها ظاهر خيالي. انبسطت منها. بكام؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. هي ممكن نقول السعر العالي شويه طبعا بالنسبه هي شريحه واحده تركي مدخن وشويه الجبنه والزيتون والفلفل الاخضر. انا بالنسبه لي هديها 9. تمام. انا هديها 8.5 من 10 عشان السعر بس. ايوه ما عشان السعر، انما هي ما فيهاش اي غلطه. والزيتون انا برضو 8.5. انا نسيت الزيتون. انا اديت 9 دي على السعر. في زيتون 8.5 برضو. اوفر اول يا عم كوكب. اوفر اول. طيب هو حلو في حاجات كتير، سقطاته مش قد كده.
بس النص فرخه ما كانتش الفراخ عامة كانتش عنده واو. مش طازة، الفراخ مش فريش لا يعني بس في مش. البروست عجبتنا. انت ما عجبتني انا في الورك. ما هي في الورك انا موريهم في الاتنين ان الفراخ فيها فتل مفتلة، فده مش فريش. تمام. الشاورمات الاتنين حلوين. الشوربه تحفه عالميه، المنقوشه حلوه، البيتزا برضو مش قد كده. لا يعني هياخد رقم حلو معايا الصراحه. طيب البيتزا لا عجبتني عامة، البيتزا كانت كويسة، بس هي السعر مع الحجم هو اللي ما كانش عاجبنا قوي. طبعا شوربة كريمة الدجاج تحفة، المنقوشة تحفة، الساندوتش الفراخ كان عالمي اللي هو بالعيش الصاج. النص فرخة، الفراخ عامة مش فريش فما انبسطتش منها. بس غير اللي انا كنت متخيله لأنس الدمشقي، انا كنت متخيل انه يعني فيديو تخبيط، فالحمد لله ان هم في رمضان ظبطونا. انا اوفر اول ممكن اديله سعر وكمية وكواليتي من 7 ل7.5 وانا واقف بستناك. تمام انا هديله 7.5. وانا 7.5. تمام اتفقنا انا وعم كوكو فعم انس الدمشقي، والحمد لله الفيديو عدى على خير ورمضان لله. كريم عليكم. رمضان كريم. وما تنسوش يا حبايب قلبي التحدي بتاعنا اللي انا عارف انكم مش هتعملوه، علشان كده بطلبه بقلب جامد قوي، بتاع ال20,000 لايك ال10 فيديوهات على مدار رمضان كله، علشان ننزل لكم لغايه اخر 2023 فيديو كل يوم. وكان معكم جو كرشبوي وكيرو، سلام.